هي كده تبقى في ايدك وتقسم لغيرك، او من الاخر خلينا نقول ان توتنهام في الشوط الاول حماده والشوط الثاني حماده تاني خالص. وده احسن حاجه في الكوره واحسن حاجه للمدير الفني اللي بيبقى واقف على الخط مصحصح وشايف الدنيا ماشيه حوالين منه ازاي، وبيبدا يفكر وهو واقف ازاي يعالج الاخطاء اللي عنده، ان هو يحاول يوصل بالفريق اللي معاه لبر الامان. ايا كان انت بتلاعب مين، ايا كان انت بتلاعب اقوى فريق موجود في العالم او موجود احسن فريق في العالم من السنه اللي فاتت، والى حد ما بيكمل السنه دي. مع ان السيتي حرفيا مش ناقصه لاعب واحد، السيتي كل طلباته مجابه، او جوارديولا بمعنى اصح كل طلباته مجابه. فالفكره اللي في السيتي الموسم ده هي ايه؟ انا لحد دلوقتي مش قادر افهم لها. قلنا الفريق بيقع، فبالتالي جوارديولا بيحافظ او بيقدر يطلع بالفريق لقدام او بيصحح الاخطاء. بس السنه دي بالذات في حاجه او في نقطه انا لحد الان مش فاهمها ومش لاقي لها حل. فخلينا نصلي على النبي ونشترك في القناه وبينا على التفاصيل. スタープラチナザ・ワールド السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا وفيديو جديد معانا النهاردة. بعد ما أكيد اشتراكنا في القناة لأن دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لي وأنا متأكد إن حضرتك عملتها. وبعد ما صلينا على النبي قبل أي حاجة، يلا ندردش كلمتين حلوين في ماتش النهاردة زي ما احنا متعودين. بص يا سيدي، الشوط الأول بين الفريقين يخليك تقول إن السيتي هيخش الشوط الثاني وهو كسبان أقل واجب 6. ده الاعتقاد اللي وصل للبعض من الاداء السيء او من الفرص اللي ضيعها السيتي في الشوط الاول. بناء عليه كان اصلا اداء توتنهام زي الزفت عشان نكون واضحين. بس ان الشوط الثاني بالراجل المدير الفني الاسترالي اللي ما بعرفش انطق اسمه، تمام عشان نكون صريح يعني لانه اسمه كبير جدا، انه يقف على الخط ويبقى شايف الماتش ماشي ازاي او الفريق بتاعه ماشي ازاي، وكان في تغييرات او كان في الفريق محتاج انه يقف على رجله اكتر من كده. اللي حصل في الشوط الثاني الراجل نزل. انا شفت توتنهام بتطلع الكوره من عند حارس المرمى بتاعها بشكل في منتهى الجمال. والله العظيم انا ما شفتش فريق بيعرف يطلع الكوره قدام مانشستر سيتي بالشكل ده. يمكن ليفربول ما عرفش تعمل كده، مانشستر ريال مدريد السنه اللي فاتت برضو نفس الكلام، مفيش فريق بيعرف او عرف يطلع الكوره من رجله من عند حارس المرمى بتاعه بالشكل اللي توتنهام طلع بيه الكوره في ماتش النهارده. ففعلا اداء كان ممتع. بناء عليه الراجل قدر يسجل التعادل، ولما مانشستر سيتي سجل الهدف الثالث الفرق بتاعته او الرجاله بتاعته قدرت تقف على رجليها اكتر وقدرت انها تروح للمرمى وتقدر تسجل هدف التعادل لتاني مره. تمام. في نقطه هنا غريبه انا ما اعرفش هي ليه حصلت من جوارديولا في الماتش ده. النقطه ان انا ولاول مره او من المرات القليله اللي انا بحس ان جوارديولا واقف على الخط واقف قلقان. انا لحد دلوقتي مش او التغيير بتاع دوكو ان هو طلعه ونزل جريليش مش فاهمها. ان انت اصلا معاك احسن باك بيعرف يعدي من واحد ضد واحد موجود دلوقتي في العالم، ان هو اصلا في فهمته ثانيه بياخد القرار وبيعدي وبيعمل افضليه ليك. وده كان موجود في الشوط الاولاني من الهجمات المرتده اللي انت كنت بتعملها، فانت بتطلعه وتنزل جريليش بوظائف تانية ومهام تانية ومن رايي انها اكثر منها الدفاعيه. فده قلق ان انت سحبت جفارديول وخفت يطرد ونزلت اكي مكان. دي انا شايفها منطقيه الى حد ما، بس لو في ماتش انت كسبان بسكور استحاله انك تعمل كده. تمام. جدول الدوري حاليا بقى مرعب شويه، مرعب لان انت بتتكلم في ارسنال هو الاولاني، بعدين ليفربول ب 32 نقطه وارسنال في 33 والسيتي في المركز الثالث. ما تامنش للسيتي ان هو يفضل في المركز ده، او ما تامنش للسيتي ان هو يبقى بعيد عن المركز الاول في الدوري الانجليزي. مش متعودين ان الفرق في الدوري الانجليزي بتخدم على السيتي في انها بتخليه يتقدم عليه، وده انا شيء متوقع جامد. ده موضوع او ده شيء متوقع من الانديه بتاعت الدوري الانجليزي بالذات ارسنال وليفربول. ارسنال السنه اللي فاتت فضل مكمل لحد اخر نفس ورجل قدام رجل مع قدام مانشستر سيتي لحد اخر 4 جولات، وبالظبط اخر ماتش اتلعب بين مانشستر سيتي وارسنال واللي كسب مانشستر سيتي 4-1. ساعتها ارسنال من وقتها او من الماتش ده بالذات ارسنال وقع.
فما تامنش ان السيتي يفضل في المركز الثالث، لان لسه الدوري طويل ولسه جوارديولا نفسه طويل وما بيزهقش. مش بعيد تلاقيه الماتش الجاي نازل كسب له 4-5 والفريق عامل اداء ولا اروع من كده. هو ده عاده جوارديولا، هو ده عاده لما بيحس ان في غلط بيحاول يصحح بسرعه او بدري بدري بحيث ان الفريق اصلا يقف على رجله اكتر. الماتش الثاني ماتش حبايبنا بتوع ليفربول وفولهام اللي خلص 4-3 لليفربول. اجمل ما في الماتش الجون بتاع ارنولد، حقه ان هو يروح للجمهور ويعمل الهوس بتاعته دي بصراحه. عشان نكون واقعيين، الجون في مزاج كده في الجون، تحس ان في متعه لا حدود في الجون. تمام. ارنولد من سنتين انت كنت بتقول عليه ان هو احسن باك رايت موجود في العالم، سنه بعديها سنه الاداء بدا يقع شويه، بس لما ابتدى بياخد وظائف تانية في الملعب بتحس ان هو فعلا واقف على رجليه. الجميل في الحوار بتاع ليفربول وفولهام ده، او في الاربع تجوان بتوع ليفربول بالذات، ان ولا مهاجم جاب هدف من الاربع اهداف، مع ان نتيجه الاربعه او الاربع انك تسجل 4 اهداف فده كتير شويه، بس ان مفيش مهاجمين من الاربع اهداف يسجلوا هدف واحد فدي مش مظبوطه بالنسبه لي. وقبل ما نخش على يسجلوا اهداف، فحارس المرمى بتاع ليفربول الاحتياطي ده اللي كان بيلعب النهارده مكان اليسون، فده حرفيا انت ده اللي ينطبق عليه فعلا، ان انت لو شطت عليه الثلاجه هتخش جوه. مش فاهم في يعني الثلاث اجوان المفروض يعني تعامل مع طلع واحد، لكن الثلاثه يخشوا فيك بالشكل ده فشيء فظيع بالنسبه لي ان اشوف حارس مرمى واقف بالشكل ده. فاليسون فعلا كان بيشيل بلاوي وشايل كتير قوي عن كلوب. اما في نيجي في قصه الاربع اهداف، فواحد زي ماك اليستر سجل هدف، فده شيء كويس جدا يديله يحسسك ان هو في الملعب. اخيرا حسيت بواحد زي ماك اليستر كان مكسر الدنيا مع بريتون السنه اللي فاتت، وبناء عليه الناس الرجاله في ليفربول اشتروه، فان هو يبقى مهمش او ما يبقالوش دور في ليفربول بالشكل ده، فالموضوع كان مرزي جدا بالنسبه لي. واحد زي اندو، يعني لو قلنا ان ارنولد الهدف بتاعه رائع اللي هو الفاول، فاندو حط الكوره ببطن رجله في الزاويه زي ما بيقولوا كده التي يسكن فيها شيطان، حرفيا حته جون مزاج فن، اللي هو ما دخلش فيها زي اغلب الناس اللي بتخش تخبط وش رجلها في الكوره بتسوح الكوره في المدرجات. ده الراجل زي ما يكون دارسها كده ومفنننا زي هو اصلا ياباني وشغل العقل الياباني ودقنا عليها وراح جاي حاططها ببطن رجله في المقص. فحرفيا كان جون ممتع جدا، جون مش طبيعي. نتيجه الماتش خدمت ليفربول انها يعني تثبتها في المركز ده في الدوري الانجليزي، وانا لا مقتنع بليفربول لحد دلوقتي كمستوى عام في الدوري الانجليزي. كلوب زي ما يكون في اللي هو زي ما عامل كلوب بيحس ان هو اللي هو بيحاول يخطف اي مكسب علشان ياخد الفريق ويطلع يجري لقدام، لكن كمستوى وكاداء انا متاكد ان انت مش مقتنع بليفربول تماما. من السنه اللي فاتت والفريق في حاجه، السنه دي انت دعمت بس ما دعمتش برضه بالاسماء اللي هي يعني انا ما شفتش ليفربول 2018 ولا ليفربول اللي بياخد الشامبيونز ليج من توتنهام في 2019، ما شفتهاش بصراحه. ففي حاجه ناقصه في كلوب، او حته ان هو بيبقى عايز يكسب اي مكسب وخلاص دون بقى عن ان انت بتخش فيك اهداف وما بتصححش المدافعين بتوعك. فلا، الموضوع غريب تماما. فكره ان المهاجمين بتوعك ما يعرفوش يسجلوا اهداف وبتيجي الاهداف كلها من نص الملعب بكرات منها هدف كره ثابته، والثلاثه التانيين الرجاله بتخش بشوط، ويا عالم اصلا الشوط ده بتبقى 50% او اكتر من 50% كمان الكره ما بتسجلش هدف. ده هو كله اصلا بيبقى توفيق من عند ربنا في الشوط ده بالذات. يعني ما كانش فيه لعبه، ما كانش فيه ضغط معين، لا بالعكس ده هو 4 اهداف 3 منهم بشوط من خارج المنطقه وواحده كره ثابته. ففعلا في حاجه زي ما في حاجه برضو قلت في اول الفيديو في حوار مانشستر سيتي، فليفربول مش مطمن خالص عشان نكون واقعيين. مانشستر سيتي هيعرف يفوق وهيعرف يقف على رجليه تاني وهيعرف ينافس ارسنال. اما في ليفربول كمركز تاني انا اصلا مش مقتنع ولا حتى بالمركز الثالث، واتوقع ان هم في اخر الموسم تمام ان هم ينافسوا على دوري الابطال بالعافيه زي السنه اللي فاتت. اما توتنهام فبعد ما كان بادئ مركز اول وكان بينافس ف4 خساير يوقعوا الارض مع اصابات،
فاتمنى بالمستوى اللي شفت بيه توتنهام النهارده ده ان هو يطلع لقدام شويه كمان. مش تبقى اخر نهايه. مستني دعم حضراتكم زي ما بقول كل مره باشتراك في القناه وانك تضغط على اللايك من الناحيه الثانيه عشان نقول الفترات الجايه وحضراتكم بالف خير. مش هنقول حاجه ثانيه غير سلام.